مصادفة إن الواحد استيقظ من أجل خير المصريين وخير كل الناس في الوطن العربي أكيد. يوم 25 إبريل عيد تحرير سيناء، عيد الفرحة، عيد رجوع الأرض لأولادها اللي شربت أرضها سيناء بدماء المصريين عبر التاريخ، مدافعين عنها بعد نكسة 67 والعبور العظيم والسادات الأصيل الذي قوى المصريين بخطة العبور، والتي كانت خطة عظيمة لكل المصريين. لابد أن نذكر ذلك للتاريخ، والتاريخ يكتب لكل الزعماء في كل مكان ما هم يسجلوه لشعوبهم، يسجلوه لأنفسهم، لتاريخهم، وكلهم رغبة في إسعاد شعوبهم. إن عيد تحرير سيناء 25 إبريل عام 1982 كان يوما عظيما. كنا نتمنى أن يكون السادات حاضرا، وكنا نتمنى أن يرفع العلم، ولكنه رفعه مبارك بعد اختيار السادات في العرض العسكري في أكتوبر. يومه 6 أكتوبر الذي حارب فيه الإسرائيليين وأخرجهم من البلاد كان يوم شهادته ووفاته. نعم، إن السادات كان رجلا حكيما وعاقلا ويوزن الأمور بميزان من العقلانية السياسية والاقتصادية والبعد الاجتماعي والبيئي. ولم تكن هذه الحرب حرب سهلة على المصريين كما تخيلوها الناس، فلقد عاصرناها وكنا أطفالا وأحسسنا بمدى قدرة الشعب المصري ممثلا في الجيش المصري. فكل الجيش المصري هو الشعب المصري، لا أحد ينكر هذا، وكل القيادات لا تنكره بل تحفزه وتدفعه للأمام من أجل خير بلادنا وخير وطننا وخير أمتنا العربية. وقد تذهب الأيام وتعود وتصعد وتنزل، هكذا الأيام، لا باقي أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. إن عيد تحرير سيناء كنا فيه نسعد ونبهج، ولن ننسى أبدا أغنية شادية الراحلة سينا رجعت لينا، وكان يوما عظيما وعلى ألحان جمال سلام الراحل. وكان يوما جميلا ودافئا شعرنا فيه بمدى حب الشعب لسيناء وأرضنا التي نحافظ عليها وسنواصل على المحافظة عليها لخير وطننا وخير شعبنا، وكلنا ساعين نحو التقدم. ولكن أرضنا نحبها ونقدرها، دماءنا الزكية للمصريين شربت منها عبر 4 حروب متواصلة مع إسرائيل. وإننا إذ في هذا اليوم نحيي الشعب المصري، جيش مصر، فشعب مصر هو جيش مصر، وسيظل على العهد الشعب المصري للجيش المصري. كلنا لحمة واحدة، لا يمكن أبدا أن نكون متباعدين متهالكين. إننا شعب سنظل نحب بعضنا البعض ونترفق ببعضنا البعض ونعاون بعضنا البعض. من أجل ماذا؟ من أجل وطننا، من أجل حياتنا، من أجل أمتنا، من أجل عصرنا المنصرم والقادم والمستقبل والأجيال. نعم، الأجيال لابد لها أن تعلم ذلك. وعيد تحرير سيناء كريم. عاد المظلوم وزارة السياحة والآثار، بونجك العربي العالمي.